تعالوا النهارده اوريكم انا ازاي برسم العينين. قبل ما ابدا الفيديو ده هيبقى طويل، فلو انتوا بتزهقوا بسرعه وعايزين تمشي عادي امشوا، بس قبل ما تمشوا اعملوا لايك للفيديو وشوفوا الفيديو للاخر واعملوا لي فولو واعملوا كل حاجه ممكن تعملوها، بعد كده امشوا عادي براحتكم، يعني مش فارقه معايا. بصوا انا هوريكم العينين من 4 اتجاهات مختلفه، بس كلهم باصين لقدام. يعني مثلا واحده باصه لقدام اللي هي العينين العاديه، وبالجنب شويه ولفوق شويه، والعينين النايمه. حد مثلا هيجي يقول لي ايه، على فكره مش دي الطريقه الصح ان انت ترسمي بيها العينين، وعلى فكره طريقتك دي غلط وانت بتعلمي الناس غلط. هقول له معلش انا اسفه، حقك عليا، دي اخر مره، سامحني، حقك عليا، اخر مره هعمل كده بجد، معلش. انا بجد حرفيا ببدا بان انا بشخبط بقلم خفيف كده، بس قبل ما بشخبط برسم 3 دواير كده جنب بعض كلهم قد بعض. لو انا عايزه ارسم الوش زي العينين، اول عينين كده باصين لقدام، العينين التانية عشان باصه للجنب شويه فصغرت الدايره اللي هي العين باصه ناحيتها، وهكذا بقى. اظن ان انتوا فهمتوا الموضوع يعني، عشان ما عنديش خلق بصراحه. اخر عينين دي انا بقى اكتر عينين بحب ارسمها، وهي العينين اللي عايزه تنام زي كده، عشان انا عايزه انام على طول. وممكن برضو تعتبروها عينين حد ضارب حاجه، بس يعني خلينا نقول ان هو عينين حد عايز ينام. بعد ما خلصت بالقلم الخفيف بجيب قلم مثلا زي ما تقولوا كده 2 بي، اي حاجه يعني اتقل شويه، وابتدي ان انا بقى ايه اتقل على التفاصيل اللي انا عايزاها، او التفاصيل اللي انا شايفه انها صح، واظلل بقى واعمل الحركات اللي انتوا عارفينها دي. وطبعا ببتدي اظهر بقى الرموش وكده والحواجب اكتر، علشان دي اللي بتدي شكل وبتداري على الغلطات. يعني لو انتوا عندكم غلطات كتير زي كده، فالحواجب والرموش دايما بتداري على الغلطات. كل ما كان تظليلكم حلو ونضيف، كل ما كانت الرسمه شكلها حلو. كلام بديهي قوي حاجه بديهيه جدا يعني، قال يعني بقول معلومه وكده، بس ما علينا. اخر حاجه العينين النايمه وبس كده. استنوا بقى لما اظلل العينين التانية وهوريها لكم في الاخر بتبقى عامله ازاي. دي النتيجه النهائيه. قولوا لي لو عايزين تتعلموا حاجه تانية.